ازيكم يا جماعه، فيديو جديد بقى بقصه جديده. يعني قلنا نفصل كده بعد الفيديوهات بتاع السكر 30 يوم بدون سكر والفيديو بتاع صلاه الفجر، فقلنا ايه نفصل بقصه كده ايه لطيفه. يعني يا رب تعجبكم. قصتنا عن الدوري اللي رحت لعبته في السفاره اليونانيه، اول وان شاء الله ما تبقاش اخر سفاره اروحها. يعني ادعي لي نروح اي سفاره تانية، نظبط نفسنا وايه ونروق على حالنا. زي ما حكيتك في القصه اللي احنا كنا اتكلمنا فيها بتاعت تدفع كام عشان تلعب كوره، او احلامك بكام دلوقتي. كنت حكيت لك وقلت لك ان انا بلعب في براعم احد الانديه، يعني بدون ذكر اسمها هي ايه. واللعب هناك في البراعم دي كانت بتديني فرصه وبتتيح لك فرصه ان انت تلعب قدام انديه تانية او تخش دورات او حاجات زي كده. واحده من الدورات دي هي دوره كانوا بيسموها البوك اليوناني. مش عارف ليه البوك اليوناني، مش عارف، بس هي كانت بتتلعب في السفاره اليونانيه، وكان في فرق من اليونان، ناس اجانب بجد انا شفتهم كانوا موجودين في الدوره دي. المهم اللي حصل ان انا ما كنتش حاضر اليوم اللي كانوا عملوا فيه التصفيات لاختيار الفريق ده يروح يلعب الدوره دي. فاكر كنت غبت من التمرين بسبب ان انا كان ورايا امتحانات او حاجه زي كده، ومواعيد امتحاناتي ما كانتش متوافقه مع مواعيد امتحانات الشباب اللي بيجوا معانا، ما كنتش عارف ان انا احضر التمارين ساعتها. المهم لما رجعت تاني عرفت بنتمرن، وبعد كده عملنا تقسيمه بعدها. كنا قاعدين كده زمايلي قالوا لي لا ده احنا عملنا اختبارات وفي ناس اختاروها، والناس دي هتروح تلعب الدوره دي في السفاره اليونانيه. قلت لهم طب يعني انا ما كنتش اعرف، يعني انا كنت غايب، طب اعمل ايه دلوقتي؟ طب اروح اكلم الكابتن اعمل ايه؟ ما كنتش عارف. في كابتن كده يعني حبيبي كان موجود هناك، مش حبيبي ولا حاجه، بس انا ايه كان الكابتن ده يعني كان قصه تانية برضو ممكن نبقى نحكيها. كان هو لسه اول تمرينه ليه، لسه متعين جديد، وكانت اول تمرينه ليه، وكنت انا معاه في الفرقه، وكنا رايحين نقابل نادي المقاولين او براعم نادي المقاولين. وساعتها جبت 14 جون، يعني اللعبه هناك كانت ضعيفه جدا، ما بتعرفش تلعب. اقسم بالله بقول لك انا جبت 14 جون، انا مدافع اصلا، بس انا كنت بلعب ساعتها، لعبت مع الفرقه اللي انا نزلت فيها، لعبت راس حربه، جبت 14 جون. مش بنلعب على الملعب كله لان انا كان سنها صغير جدا، فكنا بنلعب على نص الملعب تقريبا، نص الملعب ال11. انت فاهم يعني ايه 14 جون؟ انا كنت بعمل كده جون، والله الكوره جات لي على الهوا خدتها فيرست تايم جون برضو، يعني عادي مفيش مشكله. المهم هو من ساعتها عرفني يعني وحبني جدا، وشاف ان انا ايه ديت، اديته حافز كده اللي هو ايه، مسك فرقه فكسب بيها في سكور كبير، فعرفني وحبني جدا. المهم رحت اتكلمت معاه، كابتن بعد اذنك انا دلوقتي حصل كذا كذا كذا، وعملوا اختبارات وانا ما كنتش موجود، ولا عايز انضم للفريق او عايز يتم اختباري او هكذا. المهم قال لي ايه، طب تمام مفيش مشكله جدا، تعالى هوديك لكابتن تاني. انا الصراحه مش فاكر اسمه، ولكن هو كابتن يعني كبير كده، وكابتن ليه مواصفات معينه. اللي هتروح للكابتن ده هتقول له ان انت ما كنتش محاضر، وهو هينزلك مع الفرقه يلعبك معاهم ماتش كده، ويشوف هتنفعه هيختارك ولا لا. بيس بيس يا معلم انا معاكم يلا بينا. رحنا للكابتن، والكابتن جلاتي هو كان يعني راجل كده مثلا نقول في الثلاثينات من عمره، بيتسم بصفات اوروبيه شويه، يعني فهمت، شعره احمر ويعني عينيه ملونه كده وابيضاني، بس اسوأ صفاته انه عصبي جدا. النوع بقى اللي هو بيضغط على اللعيبه عصبيا وبيشدك ويتنشنك في الملعب، يزعلك على كل كلمه، ولازم تلعب باحسن حاجه عندك طول ما هو بيمر. ما ينفعش ان انت تغفل لحظه، لانه هينفخك، هيطلع عينك حرفيا، شتايم بقى وكل. بص اللي انت تحبه الراجل ده كان يعني حاجه ما توصفش. طبعا يعني اسمع عنه، بس انا ما اتمرنتش معاه لان هو كان بيمرن الناس سنيه عمريا يعني اكبر مني. رحت للكابتن بعد التمرين بتاعي ما خلص، ورحت للكابتن، هو كان بيمرن الفرقه اللي هو اختارها او الناس اللي هو اختارهم في نص ملعب التاني، والملعب كان متقسم 3 اجزاء، كانت في الجزء الثالث تقريبا. الملحوظه الدوره بتاعت السفاره اليونانيه دي كانت دوره بس كانت دوره بيخش فيها الفرق، ولكن الفرقه اللي كانوا بنلعب فيها كانت بتلعب فرقه خماسي. يعني انت كنت بتخش بيختار فرقه، الفرقه دي مثلا مكونه من احنا كنا كام 8 10 تقريبا، هتلعب ماتشات خماسي. المهم رحت للكابتن، يا كابتن كذا كذا كذا، وانا حصل ان انا ما كنتش موجود وكنت عايز اختبرني شوفني. قال لي حقك، وكان الصراحه الراجل يعني حقاني جدا، قال لي حقك مفيش مشكله، حقك ان انا اختبرك واشوفك، تعالى انزل الملعب. تمام ماشي يا كابتن يلا بينا. المهم عمل تقسيمه شويه وبتاع ايه، وراح مبدلي مكان واحد ورحت نازل. طبعا انا نزلت فاهم، ما سميتش على حد بقى، تاكلنج يابا وتكسير وبتاع، واخد الكره واقطع واعمل، وبلعب مع اللي مختارهم ناس كلهم تقريبا اكبر مني، ما عدا 2 3 هم اللي كانوا من سني. طبعا معلش يعني لو انا حاسس ان انا يعني مناخيري مسدوده، بس انا عندي برد والله بيموتني، بس يعني كمل معايا معلش. المهم زي ما قلت لك انا ما سميتش بقى، زي ما دخلت قاعد هنا تاكلينج هنا على تاكلينج هنا وباص وبتاع، قوتي دفاعيا بعرف اقطع الكره واسلمها كويس جدا، حتى من كتر التكالينج اللي كان بعملها، اللي يعني ركبتي من هنا ومن هنا الاثنين كانوا متعورين، كانوا بيجيبوا دم بقى سخن وكده فما تحسش بيهم.
وكمان كل اللي في دماغي ساعتها انا اي حاجه عشان اروح العب في السفاره، ما هو العب في السفاره اليونانيه ديت يعني ناس هتيجي تتفرج عليك هتشوفك، فاي حد هيختارك، فانت بقى ايه حياه او موت، ولا رجلي ولا مش رجلي، ولا خاف على مش خاف على اي حاجه. الحمد لله تم اختياري، قال لي خلاص انت معانا وهختارك وهكذا، وهتيجي تبدا بعد كده تخش تمارين بقى، يعني فكك من التمرين بتاعتك بقى، وهتيجي تتمرن معانا عشان تتجهز عشان نروح نلعب الدوره دي. تمام، رحت تاني تمرينه، بدانا تاني برضو يتمرن وينزلنا تقسيمات وهكذا. وكانت دايما يعني مشكلتي معاه او النقطه اللي كان دايما يقول لي عليها، يقول لي ركز، انت بتقطع الكره كويس جدا، بتعمل الصعب، بتروح تقطع الكره وبتجيبها، بس السهل بقى ما بتعملوش، ان انت سرعه رد فعلك ان انت تدي باصه ان انت تودي مهاجم انفراد ولا اي حاجه. وطبعا الملاعب الخماسيه هي بتعتمد ان انت لازم تكون سريع في المساحات ضيقه كمان. انت بتقطع الكره بتسلم على طول عشان تعمل هجمه مرتده، تعمل باصه سريعه نروح نجيب بها جول. المهم خلاص انا كنت بسمع منه التعليمات، وما بحاولش اجادل معاه كتير، ما بحبش اخش معاه في مناقشات كتير، لان هو انت فاهم بيزعق وبيشتم وحاجات من كده. فانا تمام، انا بادي شغلي على قد ما اقدر، فتمام انا معاك. جينا يا معلم لليوم اللي احنا هنروح نلعب فيه اول ماتش في البطوله. معلومه، انا من الارياف، من المنوفيه. الصراحه انا ما كنتش اعرف، ولا كنت صغير ساعتها ما اعرفش المكان فين، بس انا اعرفه ان انا بروح القاهره، فانا ما اعرفش احنا فين بالظبط يعني المكان، عشان بس تسالنيش الصراحه، انا ما كنتش عارف، كنت صغير جدا. بس احنا بنروح القاهره، وبعد كده ركبنا مترو وحوارات كده لسه هحكيها لك يعني. فلو هتسالني على مكان بالوصف انا مش هعرف اقول لك الصراحه. المهم ليه بقول لك تفصيله ان انا من المنوفيه دي، لان الناس اللي كانوا او زمايلي اللي كانوا معايا هناك كانوا بيتعاملوا معايا على اني واحد يعني فاهم، يعني جاي من ورا الجاموسه، مش فاهم ليه. يعني مره واحد صاحبي قال لي يا اسطى هو انت منين؟ قلت له من المنوفيه. قال لي والله؟ قلت له قال لي طب هو انت ليه ما بتتكلمش صعيدي؟ صعيدي ايه يا اسطى؟ يعني المنوفيه يعني احنا مش بعاد عن القاهره يعني فاهم، الصعيد دي تحت خالص، انا حتى مش في الجيزه. صعيدي ايه؟ فهم نظرتهم عني كده يعني كواحد جاي من الارياف مش لطيفه، مش الطف حاجه. وفكره ان انا اتدخل معاهم او اخش معاهم في الكلام وكده كانت صعبه، اصل انا انطوائي شويه في الفتره دي بالذات، كنت انطوائي جدا. حاليا يعني ما دام انت صاحبي وحبيبي فنهزر مع بعض مفيش مشكله، فكان صعب ان انا اخد عليهم في الكلام كتير، فتمام كنت بروح معاهم. هم كانوا عشان عايشين في القاهره فهم عارفين السكه وعارفين يروحوا ازاي. ما كنتش عمري ما ركبت مترو قبل كده، فدي كانت اول مره اركب مترو، مش فاهم اي حاجه، بس انا ماشي معاهم. المهم رحنا واتقابلنا في المكان، وهو قالوا لنا خلاص كان معانا في ناس كبيره اعمار اكبر مننا في السن يعني، فهم كانوا هم اللي بيجوا معانا وبنروح هم عارفين الطريق. هم رحنا وركبنا المترو، وبعد كده وصلنا لغايه المكان، ما اعرفش زي ما اقول لك مش عارف السكه ماشيه ازاي، بس ايه اديني ماشي معاهم يعني لحد ما وصلنا عند السفاره. انا دخلت السفاره من هنا، وما اعرفش ازاي السفاره فيها ملاعب سله وملاعب خماسي، انا مش فاهم. بس انا المكان اللي انا دخلت في الاول كده هتلاقي ملعب سله اسمها الارضيه بتاعته عامله زي التراك، عارف التراك اللي هو بيبقى بالبرتقالي ده، بس سودا بقى. وبعد كده ورا بعد الملعب اللي هو السله ده في ملعب الخماسي اللي احنا لعبنا عليه. بعد كده تخش جوه في الحمامات، على ايدك اليمين كده تحت عندك كده مطعم كده ومكان هادي وشيك فاهم، وناس يعني بدل وبتاع وحاجات زي كده. فده الايه الوصف التفصيلي بتاع المكان. المهم يا سيدي دخلنا وبتاع، قدامنا قد ايه على الماتش؟ دوك في ماتش 2 كمان، وهننزل احنا هنغير هدومنا وننزل نلعب معاهم. غيرنا كل واحد لبس وبتاع وجهزنا ويلا بينا تمام. طلعنا قعدنا مستنيين، كان في ستاند او تندايه كده بنقعد عليها على ما الفرقه تخلص وبعدين تبدل وبتاع. والموضوع كان احترافي جدا يعني فاهم، في حكام خماسي موجودين، ناس من اللي هي بتحط النتيجه، عارف انت النتيجه لما هو بس النتيجه اللي هي بتاعت زمان مش الرقميه دي، اللي هو مثلا ايه يشيل الواحد ويحط 2 مثلا، ويشيل 0 ويحط 2 وهكذا. والنتائج بتتسجل، واللي بيسجل هدف بيتسجل اسمه والحاجات دي حاجه بروفيشنال من الاخر يعني. انا كنت قاعد بتفرج على ماتش كده ولقيت فرقه يعني علمها، انا فاكر العلم بتاعها كويس جدا، عارف انت الخطاف بتاع السفينه اللي بينزلوه ده في البحر عشان فاكر اسمه ايه والله، بتاع كده بينزلوها من السفينه في البحر عشان يثبتوا السفينه فاهم، مش فاكر ايه ده، بس دي كانت العلامه بتاعت الفرقه دي. والراجل كان المدرب بتاعه كان اجنبي، وانا ما كنتش فاهم الكلام اللي هو بيقوله حتى، وكان بيتكلم مع الولد يعني. كنت بشوف ماتش فالولد فرقه سنيه اصغر مني، فالولد دخل فيه جون، المدرب راح للجون وبدا يتكلم معاه كده، قال له اللي هو انا مش فاهم الكلام، بس انا حسيته اللي هو ايه يعني بيطبطب عليه حاجه زي كده، ويقول له تركز وتعمل كده وتعمل كده ومش عارف ايه. انا مش فاهم بس انا شايفه ان هو بيتعامل معاه بحنيه. يا والله ده الغرب دول، بس هما بيهتموا بنفسهم قوي يعني فاهم، هما مهتمين بنفسهم جدا. انت مني حبيبي وكفاءه، مش مني ما اعرفكش. المهم تمام، احنا ماتشنا كان مع فرقه من مصر، مش فرقه من اليونان، فاتس اوكي ده جميل جدا. جه يا باشا ميعاد الماتش بتاعنا، نزلنا يلا بينا. المدرب اللي كان موجود ما كانش نفس الكابتن اللي هو جاي معانا، الكابتن اللي جاي معانا كان مش عارف في مشوار او كان بيخلص مع فرقه تانيه حاجه زي كده، فهو ما جاش وجه كان
كان موجود كابتن تاني كان ماسك فرقه اصغر مننا وقال هيقف معانا على الكابتن بتاعنا يجي. بدأ بيا والحمد لله بدأت الماتش يعني، ومعانا 2 3 كمان، كنا 4 وجول. انا يا معلم انا واقف ورا، انا برنس بقطع بسلم ماشي الدنيا والماتش تمام. والفرقه اللي قصادنا يعني كانت بادئه ضعيفه مش فاهم ليه، يعني ما كانتش شاده حيلها كده، كانت الدنيا مريحه معاهم شويه واحنا كنا ضاغطين وماسكين كوره لحد بقى ما جت الكوره اللي عمري ما هنساها. الكوره يا معلم بتتلعب كورنر لصالح لفريقنا يعني. انا معروفه في الكورنر يعني، بص لو واحد من زمايلي بيتفرج على الفيديو ده فبعملها كتير، هي حركه معينه انا بعملها على طول وبتنجح كل مره، ولحد دلوقتي بعملها ومش عارف محدش بيعرف يفقسها ليه، او هم عارفينها بس محدش بيعرف يتصدى للكوره دي. بس حركه بعملها على طول جدا في الخماسي. انا ببقى عيني في عين اللاعب اللي بيلعب الكورنر، يعني واقف بعيد عن الجون، انا العارضه اللي هي قريبه للكورنر اللي بتلعب من ناحيتها الكورنر انا واقف بعيد عنها بس بره المنطقه. ليه يا معلم؟ عشان في لحظه انا عيني معاه مع اللي هيلعب الكوره، في لحظه هضرب سبرنت على القريبه، على العارضه القريبه، هيحطها لي ارضيه بطن رجلي جون. بعملها كتير جدا وبتنجح بشكل كبير جدا يعني. ممكن ساعات تجلي كتير من انا اللي هي الكوره هتجيلي بس ممكن تضيع او تقلش او ما تظبطش، بس بعملها كتير وبتعدي والكوره بتجيلي وبحطها. وبتنجح كتير جدا لو احنا بنلعب قصاد فرقه ما نعرفهاش او ما حدش فيهم يعرفنا، او بنلعب قدام فرقه جديده. بلعب مع زمايلي مثلا خماسي مع بعضنا واصحابنا كده، بيبقى ايه مفقوسه ومعروفه. انما لو احنا بنلعب مثلا في دوري وفي فرقه ما حدش فيهم يعرفنا او كده فبتبقى سهله جدا وبعملها. المهم يا معلم كنت عيني مع زميلي اللي هو يلعب الكورنر، كان واحد مسمينه مارسيلو عشان هو شعره شبه مارسيلو، بس هو مش شبه مارسيلو خالص، حريف وبيعرف يلعب، بس هو ايه هو شعره عامله زي مارسيلو فمسمينه مارسيلو. المهم يعني انا كنت عيني مع مارسيلو ده، ركز معاه جدا، وفي لحظه رحت جاري ضرب السبرنت على القريبه، راح هو الحمد لله عملها لي ارضيه بطن رجلي جول. انا ما صدقتش نفسي صراحه يعني. حتى انا المشكله ان انا لما بجيب جون ما بحتفلش، ما بعملش احتفاله جامده وبتاع، بس ما بصدقش ان انا جبت جون. فالحمد لله يا عيال فرحت، والمارسيلو جه حضني وبتاع، وايوه وجبنا جون، واحنا مش مصدقين ما احنا جبنا جون. فايه هنكسب بقى هنكسب. الراجل بره اسمك ايه يا كابتن؟ انا افتكرت ان هو هياخد اسمي عشان اروح في نادي وامضي في حاجه وبتاع، قلت له اسمي كامل، فلا طلع ان هو بيسجل اسمي في الناس اللي سجلوا اهداف في يعني اللي سجل يعني مثلا مش عارف هم هينزلوا مثلا اللي كسب مباراه فريق كذا قصاد فريق كذا فاللي سجل اهداف كذا وكذا. بس انا كنت فاكر ان هو بياخد اسمي همضي في نهائي خلاص، انا النجم، انا النجم بتاع اللحظه دي دلوقتي، فين الانديه؟ امضي مع الانديه دلوقتي، انا عايز امضي دلوقتي مع اي نادي. المهم يا معلم خلاص ماشي يلا نرجع ورا ونأمل وبتاع عشان عايزين نكسب الماتش وكده. الفرقه الثانيه دخل فيها الجون من هنا وعينك ما تشوفها الا النور، العيال قلبت. انا بلاعب نيمار وكريستيانو وميسي في عزهم، انا واقف ورا يا عيني فاهم لوحدي، وهما كل العيال كلها بتزيد ومحدش فيهم بيرجع. قال ايه عمال مهارات وحركات، والعيال قلبت فجأة مش عارف في ايه. هو حتى والله ما خدت كوبري يعني ابن لذينه الواد لبسولي. بص انا ما توقعتهاش خالص. عارف انت لما بيبقى الكره جايه للمهاجم فالمهاجم يقوم فاتح رجله ومفوتها ولافف من ورا المدافع، عملها فيا انا ما توقعتش. الحمد لله ربنا ستر دي ما دخلتش جون يعني، بس انا الوحيد اللي كنت فيهم واقف على رجلي. هم كان العيال اللي كانوا معايا ما كانوش شايفين خالص، الكوره بتتقطع منهم قدام ومش عارفين يجيبوا جوان والدنيا بايظه، بس انا الوحيد اللي كنت واقف على رجلي ساعتها يعني. للاسف خلصنا الماتش 6-1. العيال عبونا من بعد الجون اللي احنا جبناه، العيال عبونا جوان 6-1. خلصنا الماتش يا عم الحاج، طلعنا الكابتن اللي معانا قال لنا كلموا الكابتن بتاعكم عرفوه في التليفون نتيجه الماتش واستنوا لغايه ما يجي. يا عم ما حدش فيها طبعا عنده القلب ان هو يكلمه، كلنا مرعوبين هو اللي هيكلمه هياخد الكلام كله في وشه. فانا طبعا باعتباري ان انا صاحب الهدف الوحيد في المباراه، واعتبار ان انا الوحيد الانطوائي اللي فيهم اللي ايه خلاص هو ده اللي ما بيعملش يلبسوا له المشكله، فشيل انت شيلنا. وانا كنت بكلمه اصلا عشان اقول له ان انا جبت الجون فاهم، عشان يعرف ان انا جامد فياخدني معاه في اي بطوله بعد كده. انت بتستنى اي فرصه من اي حته عشان تلعب في اي مكان، اي حاجه هتعملها هتبقى ده عايز تصيدها. كانوا داخلين قصادهم كانوا عيال اصغر مننا سنا، القرعه هي اللي وقعتهم قدامنا، بس عيال حريفه بطريقه مش طبيعيه. حرفيا اي فرقه كانت داخله البطوله دي كانت فرقه جامده يعني، لازم تبقى فرقه على مستوى عالي.